يحاول يلف يدور 5 دقائق من عمر المواجهة، كرة عادت إلى كرار، كرار يحاول ويبدو خطأ، وصافرة الحكم أياد زاحم قريب من الحالة يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي أمانة بغداد. عرقلة، كان روبن أقوى، خطأ ضد روبن أقوى. محمد جفال على التنفيذ، لعب لنفط الوسط، لعب لإربيل، لعب للشرطة، للطلبة، لعب للكرخ، للجوية. هذا الحارس جدار صد من لاعبي الأمانة. ركلة حرة لمصلحة الأمانة الآن. محمد جفال على التنفيذ. كلا الفريقين بحاجة إلى نقاط المباراة من أجل تعديل المركز والقفز إلى مركز أفضل. هذه أولى المباريات اليوم. كرة ملعوبة من محمد جفال وملعوبة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي، أو ركلة حرة غير مباشرة لفريق دوك. طبعا هذه أولى المباريات. عدة السادسة افتتاح ملعب كربلاء سيضيف أول المباريات أمام الميناء، وغدا ستكون 3 مباريات. غدا ستلعب خطر وضربة حرة غير مباشرة احتسبها حكم اللقاء. غدا عند 2:30 نفط البصرة يضيف في ملعب الفيحاء الشرطة، وفي نفس التوقيت نوروز على ملعب السليمانية يضيف الكرخ، وعند 5:00 نفط الوسط يواجه الحدود. يوم الأحد ستكون 5 مباريات. القاسم عند 1:30 يضيف الطلبة في ملعب كربلاء. نفط ميسان سيواجه أربيل عند 2:30. زاخو سيواجه في نفس التوقيت الكهرباء على ملعب زاخو. النجف سيضيف القوة الجوية عند 5:00، والزوراء عند 9:00 سيضيف النفط. هذه مباريات الجولة 12. كرة ملعوبة طويلة إلى الجانب، تمر الكرة سيابند، تعود إلى بيار أبو بكر، زاكيري، وإلى ركلة مرمى. واحد من أفضل اللاعبين جراهير زاكيري الإيفواري، لعب للفيصل الأردني الموسم الماضي، سجل 9 أهداف. هذا الموسم سجل 3 أهداف و6 بطاقات عند هذا الموسم، 5 وحرم أمام الزوراء، وهذه عنده أيضا بطاقة جديدة أمام النفط، ومحاولة ودخول من حارس المرمى حسن عباس. والحكم قريب، ونشوف قرار حكم اللقاء بالسلامة إلى زاكيري. ومحمد الحسن يتحدث مع حارس المرمى حسن عباس، وأيضا عمر عدنان يطلب الهدوء. فريق نادي دهوك لعب 11 مباراة، فاز في 4، تعادل في 3، وخسر في 4 إلى 6 أهداف، وعليه 8 بنقاط ال 15 بالمركز الثامن. بدأ المشوار بالفوز على الشرطة 2-0، فاز على نوروز بهدف، تعادل مع زاخو سلبا، عادل نفط الوسط سلبا، فاز على نجف بهدف، خسر من الكرخ بهدف، خسر من الطلبة 3-1، خسر من الزوراء بثلاثية، عادل النفط سلبا، وخسر من الجوية بهدف، وفاز على الحدود بهدف 1. كرة اللعب طويلة ملعوبة من أيمن رزيج، مقطوعة إلى رمية تماس على الطرف الآخر. فريق الأمانة لعب 11 مباراة، فاز في 3، تعادل في 2، خسر في 6 إلى 9 أهداف، عليه 14 هدف بنقاط 16 بالمركز، بنقاط 11 نقطة بالمركز السادس عشر. أيضا بدأ المشوار بالخسارة من القاسم بهدف، خسر من نفط البصرة بثلاثية، تعادل مع الكرخ بهدف، فاز على نفط ميسان بهدف، خسر من نوروز بهدفين، خسر من الحدود 1-2، فاز على النفط بهدف، خسر من النجف 1-2، عادل الزوراء سلبا، وفاز على كربلاء 3-1. في آخر مباراتين حصد 4 نقاط من أصل 6. خطأ لمصلحة نادي دهوك، خطأ لمصلحة نادي دهوك. هذا اللاعب هيراد أزاد طرد أمام نوروز. وهنا عمر عدنان جدد عقده مع نادي الأمانة. لمسة يد على محمد جفاء على عمر عدنان. ركلة حرة لمصلحة نادي دهوك، لمسة يد على عمر عدنان. تعادل مستمر ما بين الفريقين، وجدار صد من لاعبي الأمانة. هيران أزاد على التنفيذ،
قريب من القائد روان أمين. حيران يلعب الكرة عالية بالرأس برا الملعب، ملعوب الكرة برا الملعب إلى ركلة. شوفوا بالإعادة، برا الملعب إلى ركلة مرمى. رأسية كانت من محمد معن إلى خارج الملعب. كرة مقطوعة تلعب من صفاء عمر، مرت إلى خارج ملعب، رمية تماس لمصلحة الأمانة. صفاء جبار. 10 دقائق نلعب بالدقيقة 11 من عمر المواجهة اللي تجمع دهوك بضيف الأمانة في أولى مباريات الجولة 12 لدوري نجوم العراق، ولتنقل لحضراتكم نقلا حصريا مباشرا عبر قناة الوطن، قناة العراقية الرياضية. هذا هو جاسم محمد عقلة، هدفين في شباك النفط والنجف. محمد سعيد أيضا مهدد بالحرمان، عنده 4 بطاقات صفراء وطرد أمام الشرطة بعد نيله بطاقتين، هدف واحد في شباك الحدود الموسم الماضي. لعب للطلبة أيضا والديوانية. كرة ملعوبة، ترتد الكرة من محمد الحسن، تذهب إلى بيار أبو بكر. بيار أبو بكر يستحوذ على الكرة الآن، يبحث عن زميل، يحاول يمر صعب بالكرة على نفسه الآن، يلعبها لا سيابا، تنقطع من اللاعب أيمن رزيج إلى رمية تماس لمصلحة الجول. بيار أبو بكر على التنفيذ. بيار جمهور كبير يتآزر فريق عاصمته دهوك. مرة أخرى تلعب الكرة، محمد معن وسط الملعب إلى ريوان. محمد معن، موسيس إلى محمد معن، محمد معن إلى موسيس من جديد. موسيس لوغاس، كرة إلى محمد سعيد بالرأس، ملعوبة الكرة، محاولة من جديد، مقطوعة الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي دهوك. هيران أزاد، ومحاولة من جبار كريم لاعب نادي بغداد سبق اللعب ومثل الأمانة. كرة عادت إلى محمد جفال، تذهب إلى صفاء جبار. صفاء يلعب الكرة، ملعوبة الكرة وسط الملعب، محاولة، ويبدو هناك الحكم يشير إلى استمرار اللعب. كرة مقطوعة من محمد معن، تذهب الكرة عند اللاعب روبن أقوى بالخطأ. مرة أخرى أقوى يستحوذ على الكرة، اللاعب الغاني القادم من الصناعة. تعود الكرة من جديد إلى هيران أزاد يلعبها حلوة إلى زاكيري يحاول يتخلص من لاعب، واحد من أفضل اللاعبين وأخطر اللاعبين في تشكيلة نادي دهوك. يعيد الكرة علما إلى محمد سعيد، عالية من محمد سعيد داخل منطقة الجزاء، جبار كريم، وخروج من الحارس حسن، ويبدو خطأ لمصلحة الأمان. أي احتكاك مع حارس المرمى خطأ، وركلة حرة لمصلحة نادي الأمانة داخل منطقة الجزاء. وبالسلامة للحارس حسن عباس، الحارس الوافد من نادي القاسم. بالسلامة لحسن عباس الحارس الوافد من نادي القاسم. طبعا من خلال هذه المباراة نبحث عن الهدف 224. طبعا عندنا 6 أهداف لم تسجل بقرارين، هي مباراة نفط الوسط والقاسم والشرطة والميناء، لم تحسم لحد الآن موضوع زاخة والشرطة، الشرطة باقي ولم يحسم منها أي نقاط. 223 هدف زائد 6 بقرار. عندنا اليوم المباراة 11 بعد المئة، 11 بعد المئة، 110 مباريات سابقة في 11 جولة. اليوم أولى مباريات الجولة 12، الحسم في 72، التعادل في 38، 17 تعادل سلبي، 21 تعادل إيجابي. وفي الصدارة القوة الجوية برصيد 27 نقطة، ثم الشرطة ب 25 نقطة.
بالمركز الثاني، الزوراء بالمركز الثالث ب 22 نقطة، زاقو بالمركز الرابع ب 18 نقطة، ثم نوروز بالمركز الخامس. شوف الفرق الشمالية الآن، يعني زاقو، نوروز، دهوك، زاقو رابع، نوروز خامس، ودهوك بالمركز الثامن، فقط أربيل متراجع إلى المركز الخامس عشر. يبقى نفط الوسط في ذيل الترتيب ب5 نقاط، ثم الكرخ في المركز ما قبل الأخير، ثم نفط البصرة بالمركز 18، وكربلاء بالمركز 17. كرة عادت محمد الحسن، عدي شهاب، صفاء جبار. تعود من جديد الكرة صفاء. هذه آخر جولة ويتوقف الدوري لمدة 40 يوم حتى 10 من الشهر الثاني. قلوبنا ودعمنا متواصل لأسود الرافدين في مشوارهم في بطولة آسيا. كل التوفيق لأسودنا. ومعسكر تدريبي في دولة الإمارات يوم 8 بالشهر سيواجه منتخب كوريا الجنوبية في محطة إعداد قبل الذهاب وانطلاق مبارياته البطولة يوم 12. هيران يلعبها، جول جول، هدف أول، كرة جميلة مباغتة من هيران عزاد من خارج منطقة الجزاء، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة، وهدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الشرطة. هيران عزاد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة. هيران عزاد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة بكرة مباغتة وبمجهود فردي رائع، ويسجل هدف الشخصي هذا الموسم بعد أن سجل في شباك الشرطة، يسجل اليوم في شباك الأمانة أول أهداف المباراة. شوف مجهود فردي رائع، مر تخلص من واحد من اثنين، هيأ كرة لنفسه ولعبها على يمين الحارس حسن عباس، ويحرز أول أهداف المباراة وهدف التقدم لنادي دهوك. 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد، 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد. آخر مواجهتين بين الفريقين الموسم الماضي التعادل بهدف وفوز دهوك بهدفين بأقدام برنس أوبوكو وكريم دلي. آخر من سجل كريم دلي لفريق دهوك، ومصطفى أحمد من ركلة جزاء للأمانة، وفرحة لاعبي نادي دهوك بهدف التقدم. ثاني مباراة للمدرب أحمد خلف، وبالمناسبة أحمد خلف قاد الأمانة ما بين 16 إلى عام 2018، قاد الأمانة، كان مدربا لفريق الأمانة. عادت الكرة، كرار علي بري، محمد جفال أو اللاعب أغاتي، تعود من محمد الحسن، أيمن، طالت إلى رمية تماس لمصلحة الأمانة. 18 دقيقة من عمر المواجهة، 1 دهوك لا شيء الأمانة بأقدام اللاعب هيران عزاد. رمية تماس، أيمن رزيج ينفذ رمية التماس، عالية الكرة من أغاتي، ترتد الكرة عند اللاعب روبن أكوا، تعود الكرة من جديد مرة أخرى إلى محمد سعيد يلعب الكرة إلى محمد معن، إلى حارس المرمى محمد صالح. يشرف على تدريب هذا الحارس مدرب الحراس خالد عطية، بينما حيدر صباح بقي مساعدا لأحمد خلف بعد استقالة المدرب سليمان رمضان. مدير الفريق لاعب نادي دهوك السابق خالد مشير، وخالد مشير هو أكثر لاعب سجل في شباك الأمانة، سجل 4 أهداف. اليوم مدير للفريق وجاسم مشرفا للفريق، وجاسم محمد حاجي مديرا للفريق، اثنين من اللاعبين اللي عهدناهم وشاهدناهم مع فرق الشمال. رمية تماس ملعوبة الكرة من بيار أبو بكر، بيار من جديد بالرأس، سيابند عزيز، مقطوعة إلى رمية تماس لمصلحة نادي دهوك، وأيمن يطالب بالرمية إلى بيار على التنفيذ. بيار يلعب رمية التماس، كرة بالمنتصف، هيران طالت الكرة من اللاعب جبار كريم،
إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. هذا هو جبار كريم لاعب الأمانة السابق. رمية تماس الآن لمصلحة الأمانة. أيمن رزيد، أيمن على التنفيذ، يعيد تنفيذ الكرة من مكان خروجها. حكم اللقاء اياد زاحم. 20 دقيقة من عمر المواجهة، 1 دهوك لا شيء. الأمانة يا من تشاهد وتتابع قناة العراقية الرياضية في لقاء أولى مباريات الجولة 12 والذي يجمع دهوك بضيف الأمانة. بعد هذه المباراة عند السادسة ستكون مباراة افتتاح ملعب كربلاء، جهود مميزة لوزارة الشباب والسيد أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة. افتتح قبل أيام ملعب الشعب، والآن افتتح ملعب كربلاء، وبعد سيفتتح ملعب المدينة. اليوم بلقاء الكربلاء والميناء عند السادسة ستسبق المباراة افتتاحية ملعب كربلاء. إن شاء الله قريبا سيكون ملعب ثالث يضاف للملاعب اللي هو ملعب المدينة. توقف، ومن خلال التوقف ستكون انتقالات شتوية. الفرق ستحاول أن تغير بعدد من لاعبيها. كرة ملعوبة وسط الملعب، جبار كريم إلى أقوى يلعب الكرة إلى زاكيري ترتد الكرة. كرة ملعوبة من أولاديو يعقوب، تمر إلى أيمن رزيد، أيمن إلى عمر عدنان. عمر يلعب الكرة طويلة إلى جاسم محمد عقلة، ترتد من محمد سعيد يلعبها إلى سيابند اللي عاد إلى الجهة القريبة أو إلى هيران. ترتد الكرة وبذكاء يلعبها محمد جفال ويحصل على رمية. عموما الرمية أصبحت لنادي دهوك، ولعبها بذكاء، تطمت من محمد سعيد. رمية تماس منتصف شوط المباراة الأول. محمد سعيد على التنفيذ، يلعب الكرة. روبن أكوا ترتد إلى محمد سعيد بالمنتصف، طالت إلى هيران تعود الكرة من جديد، مقطوعة إلى روبن أكوا، تلعب إلى بيار أبو بكر. بيار يعيد الكرة إلى المنتصف إلى ريوان أمين. ريوان هاتوا خذ، تعود إلى ريوان، يلعبها إلى موسيس لوغاس، منه إلى محمد صالح حارس المرمى. فريق نادي دهوك شباكة نظيفة في 7 مباريات ولم يسجل في 6 مباريات، بينما فريق الأمانة شباكة نظيفة كانت فقط في مباراتين، في مباراة نفط ميسان وفي مباراة شباكة نظيفة في 3 مباريات، وأمام النفط وأمام الزوراء، بينما لم يسجل في 4 مباريات. محمد صالح طبعا أولى مبارياتنا بإذن الله يوم 15 بمواجهة إندونيسيا، ثم في يوم 9 سنواجه اليابان، ويوم 24 سنواجه فيتنام. بالصدفة أنه القرعة نلعب في تصفيات كأس العالم مع إندونيسيا وفيتنام، وفي نفس المجموعة يقع العراق مع هذين المنتخبين في نهايات آسيا. قلوبنا مع الأسود، الكل يشجع ويؤازر الأسود منذ اليوم. هذا سيابند يتعرض إلى ضرب، سجل في شباك الصناعة وكربلاء الموسم الماضي، جدد مع نادي دهوك، وهناك خطأ لمصلحة نادي دهوك. نهض، رمية تماس احتسبها حكم اللقاء. رمية تماس، بيار أبو بكر، بيار يلعب رمية التماس. محمد الحسن إلى حارس المرمى حسن عباس. 61-39 نسبة الاستحواذ الأفضلية لدهوك. هناك خطأ، لمصلحة نادي دهوك. تلعب الكرة، تعود من محمد معن، محمد صالح
محمد صالح يلعب الكرة، دفع كان واضح من هيران، دفع واضح من هيران أحمد، توجيهات من أحمد خلف، درب الطلبة نفط ميسان، النجف، الأمانة، أربيل، جوية، عمل مساعد مع كاتنيش، مع في تدريب المنتخب الوطني. ثاني مباراة إلى معد هوك خلفا لسليمان رمضان، وبطاقة صفراء لعمر عدنان أو لصفاء جبار. أول بطاقة صفراء لصفاء جبار، أول بطاقة صفراء لصفاء جبار. وصفاء جبار هذه أول بطاقة إلى بالموسم، أول بطاقة إلى بالموسم أيضا. أول بطاقة صفراء يشرح حكم اللقاء اياد زاحم. 25 دقيقة تمر من عمر شوط المباراة الأول، دهوك يحافظ على تقدمه بهدف واحد، وهيران أزاد البطاقة الثانية أيضا. هيران أزاد، والبطاقة الثانية بطاقة لكل لاعب باعتبار كان سوء سلوك من قبل اللاعبين. ركلة مرمى لمصلحة دهوك، هيران طرد أمام نوروز، وأول بطاقة صفراء إلى هذا الموسم. محمد صالح على التنفيذ، ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. وسام طالب اللي أعاد الفريق من الدرجة الأولى للدرجة الممتازة، والآن يلعب في دوري نجوم العراق بعد أن هبطوا موسم 21-22، عاد في موسم أو هبط في موسم 22-23، عاد في موسم 23-24 مع الميناء. كرة من زاكيري مقطوعة من عمر عدنان، تعود إلى أولاديو، أقرب إلى محمد معن، تذهب إلى بيار أبو بكر. بيار مرت الكرة إلى خارج الملعب، هناك حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي دهوك، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي دهوك. طبعا 3 مقابل 3 الأخطاء. نادي دهوك هذا الموسم 21 له، أول مواسمه 88-89 شارك ولكن لم يتأهل، لكن الموسم الفعلي هو 98-99. كرة ترتد، جاسم محمد عقلة، جاسم، عمر عدنان، أولاديو، ترتد الكرة، خطأ لمصلحة نادي الأمان. بطل الدوري 2009-2010، الوصيف 2011-2012 بقيادة باسم قاسم، حصل على لقب الدوري. هبط موسم 2015-2016 بعد انسحابه، وعاد موسم 2022-2023. عادت الكرة، روبن أكوا مرة أخرى، أقوى يعيد الكرة، محمد إلى محمد معن، روان إلى محمد صالح، تعود إلى محمد معن، يحاولون يهدئون اللعب، وبنفس الوقت سحب لاعبي الأمانة إلى الأمام. تعود الكرة إلى عمر عدنان، رأسي من محمد الحسن إلى أغاتي، طالت إلى محمد الحسن، وسط الملعب إلى أغاتي مرة أخرى. أغاتي يلعبها قصيرة ومقطوعة من اللاعب رومن أكوا، ترتد الكرة، زاكيري تعود الكرة، تبعد الكرة من اللاعب هيران يحاول يلعبها إلى جبار كريم، مقطوعة الكرة، تعود من عدي شهاب، عدي يلعبها، أولاديو، تعود إلى جاسم محمد عقلة، إلى عدي، تعود الكرة بالرأس مقطوعة من أقوى بينه وبين أولاديو، ترتد الكرة من محمد جفال إلى جاسم محمد عقلة، وإلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي. والحكم ينبه جاسم محمد عقلة، وبطاقة صفراء ثالثة في ملعب المباراة. يعني إلك فاول، إلك رمية جانبية، ليش تعترض وتأخذ بطاقة ثالثة في ملعب المباراة لجاسم محمد عقلة؟
انذار والاحتجاز ما له مبرر. دخول قوي كان واضح من محمد سعيد. تلعب الكرة مرة أخرى، محاولة جاسم كريم أو جبار كريم. زاكيري لا جبار، جبار يحاول يمر الآن، جبار يحاول يعيد الكرة مرة أخرى إلى زاكيري. زاكيري يلعبها وسط الملعب إلى ريوان يلعبها إلى أكوا يسدد برا الملعب إلى ركلة. حلو حركة لعب وتسديدة من روبن أكوا الغاني لاعب الصناعة السابق. ونصف ساعة من عمر المواجهة والتقدم أزرق لفريق دهوك بهدف اللاعب هيران أزاد بالدقيقة 16 من عمر اللقاء. بالرأس مقطوعة من أكوا، عدي شهاب يلعب الكخلي، وراكرة مقطوعة من زاكيري، يتعثر وخطرة هذه برافو، وضعتها محمد حسن. ومرة أخرى تسديدة من هيران، ترتد الكرة إلى جاسم محمد عقلة. جاسم يحاول، جاسم لاعب ماهر مميز. تعود الكرة إلى صفاء مرة أخرى، مقطوعة الكرة، ترتد إلى عمر عدنان. محمد جفال، محمد، خطأ لمصلحة نادي الأمان. كثرة الأخطاء في ملعب المباراة وكثرة الأخطاء تفسد متعة اللقاء. وركلة حرة لمصلحة نادي الأمانة، تسديدتين، واحدة جول وواحدة أوت لفريق نادي دهوك. لكن لحد الآن فريق الأمانة لم يخطر مرمى دهوك خلال 31 دقيقة. لم يشكل نادي أمانة بغداد أي خطورة بعد مرور 31 نقطة على مرمى نادي دهوك. محمد صالح مستريح. ركلة حرة من منتصف الملعب، تلعب الكرة عالية إلى صفاء إلمن، إلى جاسم محمد عقلة، تشتت من محمد سعيد برا الملعب. رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. صفاء جبار على التنفيذ. يبدو هناك خطأ. كل الأندية عندها متسع من الوقت 40 يوم. الفريقين الآن راح ينهون مباراتهم وعدهم يعني أكثر من 40 يوم. كل مدرب يصحح أخطاءه وينظر إلى تشكيلته من خدمة من يعني مثلا فريق نادي دهوك بالتراضي استغنى عن خدمات رودولف باتريك اللي قادم من نفط البصرة، ربما يعود لنفط البصرة وربما لفريق آخر وربما يغادر. هناك لاعبين يعني على الدكة، هناك ممكن أندية تتعاقد مع لاعبين آخرين بالانتقالات الشتوية. ممكن نشاهد لاعبين جدد بعد يوم 10/2 من الشهر الثاني إذا أبقانا الله أحياء، ونشوف دوري محترفين، دوري نجوم العراق بشكل أوسع وأفضل وأحسن لما ممكن أن نشاهد على أقل تقدير لاعبين جدد في الأندية العشرين. أتمنى أن يكون الأندية يعني جديرة باختيار لاعبين مميزين، يعني دوري تنافس به كبير، دوري مشتعل هذا الموسم، دوري مميز هذا الموسم، يحتاج نوع من اللاعبين المميزين ذو خبرة ذو إمكانية ذو قدرة. والأهم أنه كل نادي قبل أن يتعاقد لازم يبحث عن سلامة اللاعب اللي يتعاقد معه. ركلة حرة لمصلحة دهوك. موسيس طويل الكرة إلى جبار، طالت على جبار كريم إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الأمانة. 1 دهوك لا شيء الأمانة. 35 دقيقة من عمر المواجهة، أولى مباريات الجولة 12 لدور نجوم العراق. بعد هذه المباراة تذكر افتتاح ملعب كربلاء بلقاء كربلاء مع نادي الميناء.
9 مدربين تغيروا عندنا هذا الموسم، 9 مدربين تغيروا عندنا هذا الموسم. أولهم قحطان كثير اللي استقال، ما بين الإقالة والاستقالة من الميناء، وخلفه أسعد عبد الرزاق اللي استقال أيضا، وحسن أحمد خلف من الطلبة، خلفه أحمد صلاح. هجمة الآن، كرة تعود مرة أخرى إلى بيار. ريوان يعيد الكرة، تعود إلى سيابن، تذهب الكرة إلى بيار إلى سيابن، قصيرة ومقطوعة. أيضا عندنا ماجد نجم من نفط الوسط، خلفه عباس عطية، كاسب سلطان من القاسم، خلفه دكتور حسين المساعد، سليمان رمضان من الدوق، خلفه أحمد خلف، حيدر عبودي بكربلاء، خلفه حسام فوزي ومساعده صادق سعدون، وعبد الوهاب أبو الهيل نفط البصرة، خلفه أسعد عبد الرزاق، عباس عبيد أربيل، خلفه عبد القادر حسين، وأسعد عبد الرزاق الميناء، خلفه اللي انتقل الآن إلى نفط البصرة، واللي خلفه حسن أحمد. 9 مدربين هذا الموسم بين الإقالة والاستقالة. 9 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. 1 دهوك لا شيء الأمانة، ركلة ركنية لمصلحة نادي دهوك على التنفيذ القائد الريوان أمين. أولى مبارياته كانت مع الأردن، هي عنده وحدة دولية، تعود إلى ريوان مرة أخرى، وخطأ لمصلحة نادينا. طبعا ريوان اللي أمامنا بالصورة عنده دولية وحدة، استدعاء الكابتن القدير راضي شنيشل في بطولة الأردن، وعنده 4 مباريات، عنده 4 مباريات دولية. استدعاء القدير راضي شنيشل في بطولة الأردن، مثل منتخب هولندا تحت 17 عام في 10 مباريات، وسجل هدف. لعب في الدوري السويدي مع أوسترسين ومع هيرنيفين الهولندي. ركلة حرة الآن لمصلحة نادي الأمانة، محمد الحسن، 6 مقابل 4، 10 أخطاء في ملعب المباراة. كرة ملعوبة بينية إلى أغاتي يلعبها، ترتد الكرة من محمد معن بالراس من اللاعب موسيس، تعود الكرة بيار يلعبها بيار مرة أخرى، الكرة عند زاكيري يلعبها بينية إلى جبار كريم، وأقرب إلى حارس المرمى حسن عباس. حسن يلعب الكرة بإيده، محمد الحسن. ممكن نشوف شوط الثاني أفضل مما كان عليه شوط المباراة الأول رغم تقدم دهوك، لكن لم يخطر مرمى الأمانة إلا بكرتين، لكن الأمانة لحد الآن وبالأمانة ما وصلوا إلى مرمى دهوك إطلاقا. كرة بالكعب حلوة من زاكيري، هيران قصيرة وترتد، تعود مرة أخرى إلى أغاتي من جديد، روبن أكوا، ترتد الكرة، محمد جفال، طالت الكرة، تعود إلى بيار أبو بكر يمر، يجتاز محمد جفال، تعود الكرة إلى سيابند عقيد، سيابند إلى بيار أبو بكر إلى سيابند مرة أخرى، سيابند يعيد الكرة إلى ريوان أمين، ريوان يعيد الكرة إلى موسيس يلعب إلى محمد سعيد يلعب الكرة، طالت الكرة أقرب لحارس المرمى حسن عباس. محمد الحسن، عمر عدنان، محمد الحسن. أجواء لطيفة رائعة اليوم، لا أمطار ولا تلك البرودة القوية، يعني أجواء رائعة، وجمهور يعني موجود على المدرجات. كرة إلى أغاتي في شمالنا الحبيب، كرة تعود إلى عدي شاب، عدي يلعب الكرة طويلة، محمد بن راس، صفاء، محمد سعيد يلعب الكرة إلى زاغيري إلى هيران أزاد، وبرا الملعب رمية تماس لمصلحة نادي الأمان. تسبها لدهوك، هيران يتركها إلى محمد سعيد، محمد سعيد بالرأس مقطوعة من عمر عدنان، كرة مقطوعة من جديد، آغاتي، هيران، محمد جفال، جاسم محمد عقلة، قصيرة ومقطوعة إلى خارج ملعب لرمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. توجيهات من أحمد خلف، كرة خلفية
محمد سعيد أقوى، خطأ لمصلحة نادي دهوك، خطأ لمصلحة نادي دهوك. 40 دقيقة والحمد لله لا احتاجينا فار ولا غير الفار، مباراة ماشية ورغم وجود 3 بطاقات صفراء بها. خطأ الآن أولاديو، عرقلة للاعب روبن أقوى، صراع أفريقي نيجيري غاني. كرة خلفية من أغاتي بالرأس من محمد معن. أقوى ترتد الكرة مرة أخرى من أغاتي، ترتد من جديد هيران، تعود إلى موسيس. موسيس يتخلص من القائد كرار علي بري، وكرة مرت إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. تلعب رمية التماس، جاسم زاكيري، هيران أزاد أفضل لاعب في شوط المباراة الأول إلى زاكيري. زاكيري يلعبها وبذكاء وحلوة يتمكن منها حسن عبد، لعبها بذكاء جراهير زاكيري الإيفواري وتمكن منها حسن عباس حارس المرمى. بيار كرار علي بري، وكرة أبعتها بيار أبو بكر. رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. قائد الفريق كرار علي بري جدد، لعب للنفط أيضا، جدد مع الأمانة. هذا هو أيمن رزيد، جدد أكثر من 8 مواسم مع نادي الأمانة. رمية تماس 1 دهوك لا شيء الأمانة. 4 دقائق أو أقل على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. تلعب رمية التماس، تبعد الكرة من اللاعب محمد معن، ترتد الكرة من جديد. سيابند بيار أو ريوان يلعب الكرة. هيران أزاد، ترتد الكرة من صفاء جبار إلى حسن عباس حارس المرمى، بإيده يلعبها إلى محمد الحسن يلعبها إلى عمر عدنان لاعب الارتكاز. عمر يلعبها إلى آغاتي يلعب الكرة طويلة. جاسم محمد عقلة، ترتد منه، مقطوعة من روبن أقوى يلعبها إلى بيار أبو بكر. تعود الكرة لآغاتي، ولعب خطر، هذا لعب خطر والحكم يقول العب مرة أخرى. آغاتي يلعب الكرة طويلة، ترتد الكرة رأسية من محمد سعيد الكرة إلى موسيس تعود إلى هيران إلى اللاعب روبن أقوى يلعب الكرة إلى هيران أزاد. هيران يلعب كرة بينية إلى جبار وتنقطع من عمر عدنان. جبار مرة أخرى، ترتد الكرة من جديد، تبعد الكرة ويشتتها أغاتي نامة. مرة أخرى تعود الكرة إلى أولاديو. موسيس، محمد سعيد، صفاء جبار، جاسم، مقطوع الكرة. عدي شاب بالرأس، تعود إلى زاكيري سيطر على الكرة. زاكيري من جديد، زاكيري يلعبها حلوة، ملعوبة الكرة إلى سيابين داخل منطقة الجزاء، وخروج حاسم من حسن عباس حارس كان قريب من اللاعب ريوان أمين. كرة إلى آغاتي غنامة، تعود إلى أيمن رزيج. أيمن يعيد الكرة مرة أخرى عند اللاعب آغاتي يلعبها إلى عمر عدنان، تعود إلى آغاتي مرة أخرى. آغاتي راح ندخل الدقيقة الأخيرة، ممكن نشاهد 3 دقائق فقط لا أكثر، وقت محتسب بدل من ضايع. كرة مرت الآن، تعود الكرة من جديد، محاولة الكرة عند اللاعب موسيس ولكن مقطوع على رمية تماس لمصلحة الدهوك. رمية تماس صراع ما بين البرازيلي موسيس لوغاس والنيجيري أولاديو يعقوب. رمية تماس محمد سعيد، جبار إلى هيران أزاد، زاكيري قصيرة مقطوعة إلى بيار أبو بكر. بيار إلى ريوان إلى بيار إلى محمد معن. بيار من جديد،
45 دقيقة في طريقها للخلاص. ريوان إلى سيابند من الجهة البعيدة. سيابند يلعبها بينية إلى جبار كريم، طالت مقطوعة من محمد الحسن، يبعدها إلى اللاعب أيمن رزيش، طالت إلى خارج ملعب إلى رمية التماس. ومثل ما توقعت 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضايع يضيفها حكم اللقاء السيد اياد زاحم. الكرة ملعوبة من جديد. هيران أزاد، زاكيري، محمد سعيد، محمد مرة أخرى، محمد هيران يحاول يلعبها عرضية وبالراس. حلوة من سيابند عقيد، يتمكن منها حارس المرمى حسن عباس. هذا رابع تهديد مباشر على مرمى الأمانة مقابل 0 للأمانة. رابع تهديد مباشر على مرمى الأمانة مقابل 0 للأمانة في شوط المباراة الأول. شوف رأسية ويتمكن منها الحارس حسن عباس. دهوك أفضل أخطر على المرمى ومتقدمين بهدف عن طريق هيران أزاد. كرة عادت إلى محمد الحسن، تمر إلى أيمن رزيج. أيمن 3 تسديدات مقابل 1 إلى داخل المرمى. محمد الحسن تعود إلى كرار علي، كرار يلعبها إلى محمد جفال. محمد بينية إلى كرار يحاول كرار يلعب إلى جاسم محمد عقلة يحاول هجمة للأمانة الآن، يحاول جاسم يعيد الكرة، تعود مرة أخرى من جديد إلى صفاء ممكن يحول صفاء يتعدى لاعب وبالتالي لعبها باهتة إلى محمد صالح حارس المرمى. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل من ضايع، دخلنا الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. ما زال دهوك يحافظ على تقدمه بهدف وحيد. محمد كرة طويلة طالت إلى محمد الحسن، سيطر عليها محمد إلى حسن عباس. عدي شاب، عدي كرة عند اللاعب أغاتي. صفاء، جاسم مرة أخرى، تعود الكرة من جديد. الزاقيري خطأ الآن. اليوم مسام طالب تعب من الاعتراضات. مرة أخرى خطأ ومعها صافرة حكم اللقاء اياد زاحم تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم دهوك على ضيف الأمانة بهدف وحيد سجله اللاعب هيران أزاد بالدقيقة 16 من عمر المباراة. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. وهذه عودة من جديد إلى الاستديو التحليلي والزميل أثير تفضل الكلمة لك. شكرا. بين الشقيق الأكبر والأصغر في هذه المباراة تلعب التماس هنا في شوكان يحاول العبور عرضية ماشية جول شوكان صعب الميناء كلش صعب يغلب أبد ما ينغلب الميناء صعب يسجلون أول أهداف المباراة الهدف الأول لنادي الميناء عن طريق شوكان فنان يا شوكان
الشقيق الأكبر يتحدى شقيقي الأصغر، يقول لا بد أن تقف احتراما عندما يلعب شقيقك الأكبر. شاهد شوكان وشاهد هنا العرضية، هنا العرضية وهنا الراسية الجميلة. اياد فرحان بعد ما هيها محمد خضير، واياد فرحان. هذه فرحة الجماهير براسية شوكان. هدف للمينا، هدف للسفانة. نعم المينا يا سفانة، موج البحر ويانا، ايش قد صعب ملقانا. الهدف الأول لنادي المينا. المتبقية والركنية أثير من جديد، يحاول الاتصال بينما عدت. هذا جول والتعادل. نعم يعد النتيجة المباراة على رعد، على رعد. حبايب البصرة، حبايب البصرة، حبايب نفط البصرة يعد النتيجة المباراة في الوقت القاتل عن طريق على رعد. شاهد هذه العادة بالراس مرت ووصلت لأقدام اللاعب على رعد، وضعها في الزاوية البعيدة، خادعت المدافعين وجاءت بهدف التعادل من على رعد. يتقاسمون نقاط هذه المباراة باللحظات الأخيرة بعد المحاولات التي استمرت من الميناء، استمرت بالتقدم، استمرت وبقي صامدا حتى الدقيقة 90، وبعدها على رعد لن يحتفل واعتذر من الجماهير بعد تسجيله لهدف التعادل. هذا فريق يعزف كرة قدم الشرطة بأجمل مواسمه، وبالتالي شوف الكرة والراسية المتابعة. هدف أول عن طريق سجاد. الكرة الراسية ومن ثم حارس المرمى حاول مع الكرة ولكنها إلى داخل الشباك. راسية ممتازة يسجل من خلالها، يتقدم من خلالها الشرطة بأول أهداف المباراة. أكوري كرة داخل منطقة الجزاء، جول محمود المواس للقيثارة هدف ثاني. الله 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 الله، ثاني للشرطة، هدف ثاني للشرطة. هذا محمود، هذا المواس رابع أهدافه في دورينا. هنا الإعادة، شوف الله الله الله، حطها صح، تابعها صح، الله عليك المواس. كانت صعبة على علي كاظم، وبالتالي المواس بيساره حط في قلب المرمى، ومن ثم هذا إدريس اللي غاب. هجوم أمير لمهند، خطيرة، جول، الله، ميمي ختامها مسك. هذا الولد ميمي مهند علي، جول ثالث للشرطة في الوقت المحتسب بدل عن الضاع، وبالتالي هدف جميل 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 جدا بالتسديد المباشر. مهند علي يسجل هدف الثالث هذا الموسم، وهدف ثالث للشرطة من خلال هذا اللقاء. الله 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 عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ميمي على هذا الهدف الجميل بنظرة مباشرة. هو لم يناظر المرمى بالقدم اليمنى، حط على يمين حارس المرمى. كرة خطرة هذه اولاديو، جول 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 جول
جول. كرار يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 18 من عمر المباراة. كرار علي بري يسجل هدف الشخصي الثالث ويسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 18 من عمر المباراة. كرار علي بري يسجل أول أهداف المباراة من كرة حلوة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ويسجل على ضوءها على أثر هذه الكرة الجميلة هدف ثالث شخصي وهدف أول في لقاء اليوم. شوف الكرة اللعبت وما بها تسلل وتلعب عرضية، وبالتالي لعبها بكل سهولة بيساره إلى داخل الشباك ليحرز أول أهداف المباراة في الدقيقة 18 لمصلحة نادي الأمانة. شوف الكرة جاسم هيئها، جاسم محمد عقلة اللي هرب من شرك التسلل وهي كرة على الطاير، وبكل سهولة اللاعب كرار علي بري يسجل هدف المباراة الأول وهدف الشخص الثالث هذا الموسم، بعد أن سجل في شباك الكرخ ونفط ميسان يسجل اليوم في شباك كربلاء أول أهداف المباراة. كرة ملعوبة خطرة داخل منطقة الجزاء، جاسم محمد عقلة يلعب إلى أولاديو. جول أولاديو وجاسم محمد عقلة هو الآخر يصنع الهدف الثاني لفريقه، وأولاديو بالدقيقة 43 يسجل أولاديو يعقوب يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 43. شوف الكرة لعبها وتهيئت وإلى جاسم هيئها إلى أولاديو وبنفس طريقة الهدف الأول ولكن من زاوية عكسية. شوف أولاديو يسجل الهدف الثاني لفريق نادي أمانة بغداد بنفس الطريقة ولكن من جهة مغايرة، الهدف الأول من جهة اليمين، الهدف الثاني من جهة الشمال، وبهدفين يتقدم أمانة بغداد على ضيفة كربلاء. يلعبها كرة خطرة عمر عدنان، ترتد الكرة أو كانت الكرة من اللاعب أيمن رزيج اللي حمل شارة القيادة بخروج كرار، وجول أولاديو يعود من جديد ليسجل الهدف الثالث بالدقيقة 87 من عمر المباراة. جول أولاديو يسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم ويسجل هدف التقدم الثالث لفريق الأمانة. شوف المحاولة من جديد، لاحظ الكرة اللعبت وعدت وأولاديو يلعبها إلى داخل الشباك ويحرز ثالث الأهداف وهدف الشخص الثاني بعد أن ضاع فرصة ثمينة ارتدت من القائم، يعود ويسجل بمكان خالي من الرقابة وبكرة على طبق من ذهب يحرز من خلالها هدف التقدم الثالث لمصلحة نادي أمانة بغداد. وجاسم محمد جاسم أيضا يدخل كبديل ثاني في المباراة. انتهت تغييرات أمانة بغداد وركلة جزاء يسجل منها جول، يسجل منها رضا فاضل هدف التخليص لفريق أمانة بغداد بالدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. رضا فاضل يقلص النتيجة إلى 3-1 لكربلاء. 3 أمانة 1 كربلاء، ورضا فاضل ينفذ ركلة الجزاء 45 وبالتالي يسجل ركلة الجزاء 33 هذا الموسم. 33 ركلة جزاء ناجحة مقابل 12 ركلة جزاء ضائعة. ومرت من جديد هناك لجبار، جبار من هيران لسيابند عقيد، جول أول جبار كريم، جبار كريم، هذا جحيم، جبار كريم يسجل أول أهداف المباراة لصقور الجبال، حلقت الصقور على قمم الجبال وسجلت أول أهداف المباراة من جبار كريم بالدقيقة 19. هذه التمريرة من هيران وسيابند عقيد، هي هذه الكرة لجبار كريم أسكنها الشباك وبسقف المرمى ارتدت بالعارضة الأفقية لكنها أدخلها الشباك. أربيل عنده فوز كبير
على الزوراء 4-1 موسم 2013. هنا الزوراء خطيرة 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 وهدف أول. جول النوارس وحسن عبد الكريم يشعل مدرجات ملعب فرانسو حريري وفرحة جماهير الزوراء بهدف رغم النقص العدد الزوراء يسجل في مرمى أربيل حسن عبد الكريم ثالث أهدافه مع الزوراء وثالث أهدافه في مرمى الأندية الشمالية بعدما سجل في مرمى هدفين في مرمى دوك والآن يسجل في مرمى أربيل وحالة التسلل غير موجودة. حسن عبد الكريم وحيرة مدرب فريق أربيل عبد القادر حسين ينظر إلى ما يحصل داخل أرضية الملعب. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة، كريستوفر جون لعبها كريستوفر جون داخل منطقة الجزاء وتهيأت بشكل جميل عن طريق اللاعب رضا حاتم ويضعها من تحت أقدام حارس المرمى حسن عبد الكريم ليسجل أول أهداف المباراة وللزوراء في مرمى أربيل. الزوراء يعمل المستحيل في هذه اللحظات في مرمى أربيل يسجل رغم النقص العددي وحسن عبد الكريم قوقية يسجل ثالث أهدافه مع الزوراء. علي خالد والتمريرة إلى سيف حاتم في مكان جيد لا وجود للتسلل. عالية محمود قريب الله يا خليل يا لحظة هذه اللقطة سيف والتحضير وبالصدر وباليمين للكهرباء عن طريق محمود خليل بهدف جميل للكهرباء. لاحظ محمود بهدف لم يسجل أي هدف. ريباس يلعب الركنية هنا الرأسية جول مارسيلينيو البرازيلي برأسية. وقبل قليل تكلم عن العقم التهديفي والصيام التهديفي لنادي زاخو الذي احتاج إلى 286 دقيقة حتى سجل هدفا بعد الهدف الأخير لهنريك كوستافو البرازيلي. يعود البرازيلي الآخر لكن ذاك مهاجم وهذا مدافع. مارسيلينيو بالرأسية وفي الزاوية الصعبة على الزاوية البعيدة. أخيرا أتت الإعادة وفي الإعادة لقطة جميلة. توميو يلعب الكرة مع محمد سامي وخطيرة خطيرة 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 بعاد من علي ياسين والخطأ للمرة الثانية هدف أول بخطأ من المدافع. إذن إبراهيم توميو وهدف أول لنادي نوروز. علي ياسين أنقذها بالمرة الأولى لكن الخطأ هذا المدرب طبعا المساعد بريسيار كان بالصورة. إبراهيم توميو النيجيري يسجل هدف نوروز الأول. لاحظ الهجمة الأولى لتوميو هنا أبعدها طبعا لكن الخطأ الكارثي خطأ كارثي كان من أحمد نعيم. لاحظ المفروض يبعد الكرة أحمد نعيم بهذه اللقطة وبالتالي حاول علي ياسين وهدف أول لفريق نادي نوروز. لاحظ أحمد نعيم بخطأ كارثي بدفاعات فريق النفط. التقدم لنوروز عن طريق النيجيري طبعا إبراهيم توميو يصل الهدف السادس بدورنا. هو سجل هدفين على كربلاء وهدفين على أمانة بغداد وهدف على نفط ميسان وهذا هدف السادس. راجع الكرة من زيد سماتا قريب قطع من حيدر حسين وجول للنفط. أوكيكي يعتذر لجماهير نوروز
على اعتبار كان لاعب سابق لنوروز الموسم الماضي. النفط يعدل بالدقيقة 37 من عمر اللقاء بخطأ كارثي آخر، يعني الهدف ينبي أخطاء. هذا أوكيكي، وهدف الرابع بدورينا، وهدف التعديل لفريق نادي النفط توبي أوكيكي، والتعديل 1-1 الآن. لاحظ اللقطة الماضية يعني حيدر حسين أحيا هذه الكرة، وبالتالي أوكيكي وهدف التعديل. شوف الخطأ الكارثي الآخر، أعتقد عمار، إي نعم، بسبب الأمطار يعني فقد التوازن باللقطة الماضية، الأرضية مبتلة، وبالتالي أوكيكي يعدل للنفط في شباك فريق السام. 1-1 زوراء. ممكن أن نشوف تعاقدات جديدة. الأمانة، إدارة الأمانة واحدة من الإدارات النموذجية اللي تمنح الصلاحية الكاملة لمدرب فريقها وتتابع فريقها بكل دقة وبشكل دقيق. رمية تماس أيمن رزيج برا الملعب، مقطوعة من سيابند إلى رمية تماس. هل يفلح التلاميذ وسام طالب بالمعادلة الكفة أم سيكون تلاميذ أحمد خلف أوفر حظا بتسجيل هدف أمان واطمئنان؟ كرة طويلة إلى جاسم محمد عقلة من الجهة البعيدة. جاسم محمد عقلة يحاول يمر الآن. جاسم يبحث عن اسناد، يعيد الكرة إلى الخلف، تعود الكرة إلى صفاء يلعبها، مقطوعة الكرة من اللاعب موسيس وإلى خارج ملعب لرمية تماس لمصلحة الأمانة. رمية تماس للأمانة على التنفيذ صفاء جبار. نلعب بالدقائق الأولى من عمر شوط المباراة الثاني، وللتذكير مرة أخرى سيفتتح ملعب كربلاء عند 6 بلقاء كربلاء وضيف الميناء. غدا ستكون 3 مباريات، نفط البصرة يضيف الشرطة في ملعب الفيحاء عند 2:30 بنفس التوقيت، نوروز مع الكرخ، وعند 5 نفط الوسط مع الحدود. هذه مباريات يوم غد، و5 مباريات يوم الأحد. القاسم مع الطلبة عند 1:30، نفط ميسان مع أربيل عند 2:30، زاقو مع الكهرباء عند 2:30، النجف مع القوة الجوية عند 5، والزوراء مع النفط عند 9. وتختتم جولات الدوري 12 وتوقف حتى نهاية بطولة آسيا. كرة مقطوعة من جديد، أولاديو، خطأ لمصلحة نادي الهوغ، المفروض ما تلعب الكرة. الحكم أشار إلى وجود خطأ، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الهوغ. يبدو محمد إبراهيم دخل في تشكيلة الأمانة، تشكيلة نادي أمانة بغداد. نشوف إذا كان هناك تغيير آخر. نشوف اللاعب اللي ترك الملعب، اللاعب رقم 11 محمد إبراهيم اللي أمامنا بالصورة. 31 أولاديو يعقوب يترك الملعب. ما زال أيمن حسين وعلاء الدين ومحمود خليل في صدارة الترتيب ب8 أهداف. كرة وسط الملعب إلى أغاتي، يلعبها صفاء، يعيد الكرة إلى عدي شهاب. عدي، برافو يا عدي، حركة لعب جميلة، يتخلص من اللاعب، يعيد الكرة وسط الملعب، تعود الكرة إلى الجانب، محاولة الآن جاسم محمد عقلة، يحاول، ممكن يمرر إلى صفاء، غير رأيه، يمر إلى الوسط، يلعب الكرة إلى محمد إبراهيم، قصيرة وبالخطأ، مقطوعة الكرة. أولاديو موجود. يبدو يعني محمد جفال اللي ترك الملعب. كرة اللعب، محمد الحسن، خطأ لمصلحة نادي الأمانة.
خطأ لمصلحة نادي الأمانة، واحد دهوك لا شيء للأمانة. سجل اللاعب هيردي هيران أزاد في الدقيقة 16 من عمر المباراة. لاعب يشكو من إصابة اللي هو أغاتي غناما لاعب التوغولي القادم من النفط. ركلة حرة لمصلحة الأمانة. الأمانة لم يظهر بمستوى معهود في شوط المباراة الأول، لم يخطر مرمى دهوك ولا مرة، عكس فريق نادي دهوك اللي وصل للمرمى 4 مرات. هذا أيضا علاعب العون والتحليل والفيديو الموجود على دكة بدلاء دهوك. ركلة حرة الآن على التنفيذ محمد إبراهيم. محمد يلعبها بالرأس مقطوعة. روان أمين. سيابند يهيئ كرة لنفسه. سيابند عقيد يلعب الكرة. محاولة حلوة ملعوبة لها زاكيري عالية الكرة. خطرة هذه بالرأس سهلة إلى حارس المرمى حسن عباس. سهلة طالت على اللاعب جبار كريم. شوفها بالإعادة. زاكيري لعبها وكان بإمكانه يعني يأخذها بصدره ويلعبها بقدمه، أفضل وأخطر تكون. كرة مقطوعة من جديد. محمد سعيد. روبن أكوا. مقطوعة الكرة تعود إلى آغاتي. إلى صفاء من الجهة البعيدة. جاسم محمد. عقلة. جاسم. محمد إبراهيم. كرة ملعوبة إلى محمد الحسن. تعود من جديد. محمد إبراهيم تسلل واضح وبعيد. طالت الكرة. هذا أحمد خلف، أكيد راح تكون عنده فترة 40 يوم، فترة كبيرة يعيد أوراق الفريق من جديد. وأنا باعتقادي أن الفريقين محتاجين إلى مهاجم. الفريقين محتاجين إلى مهاجم. ركلة حرة لمصلحة الأمانة. طويل الكرة. كرار علي بري. كرار يعيد الكرة إلى الخلف. محمد. طويلة حلوة إلى صفاء يلعبها وكرة خطيرة. برافو يردها محمد معا ويبعدها. تعود الكرة إلى محمد سعيد أفضل الأمانة، بادي بداية جيدة في شوط المباراة الثاني. محمد إبراهيم. تعود الكرة من جديد. أيمن رزيج قصيرة ومقطوعة. تعود الكرة إلى زاكيري يلعبها إلى محمد سعيد المندفع. يحاول إلى هيران. برافو حسن عباس. أنقذ مرمى الأمانة من هجمة عكسية ومن كرة خطيرة كادت أن تكون الهدف الثاني الشخصي لهيران والهدف الثاني لفريق دهوك. برافو حسن عباس. دائما الهجمات العكسية المرتدة تشكل خطورة. أغاتي يلعب الكرة لها صفاء من الجهة البعيدة. 54 دقيقة من عمر المباراة، 9 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني. تبقى النتيجة على حالة سمائية لدهوك بهدف هيران أزاد بالدقيقة 16 من عمر المباراة. الأمانة شوية تحركوا في شوط المباراة الثاني. طالت الكرة على أولادي. تمر إلى محمد سعيد. محمد أقوى. زاكيري. يا سلام. وعرقلة وصافرة. خطأ ضد أوكادي وركلة حرة لمصلحة نادي دهوك. 4 كرات على مرمى الحارس حسن عباس. هذا وهيران أمامنا بالصورة. وشوف الهجمة الخطيرة وبراعة الحارس اللي أبعته. يعني كان فريق الأمانة محظوظ، يعني لو واصل إلى جبار كريم كان ممكن أن يضعها في الشباك. فرصة هدف أكيد ضاعت على فريق دهوك. كرة عادت إلى محمد صالح. برا الملعب رمية تماس للأمانة. أغاتي. محمد الحسن.
عدي شهاب يلعب الكرة طويلة. اولاديو مقطوع الكرة بالرأس من صفاء، تبعد الكرة من جديد، محاولة يحصلها بيار أبو بكر، تعود الكرة وسط الملعب عمر عدنان قصيرة وترتد الكرة، تذهب الكرة إلى أيمن رزيد، أيمن تنقطع من سيابند سيطر على الكرة ويبدو هناك خطأ وركلة حرة لمصلحة الهول. روان قريب من سيابند اللي تعرض للعرقلة، وهذا هو أيمن رزيد. مثل ما ذكرت يعني 4 بطاقات صفراء عنده، مهدد إذا ما حصل على بطاقة بالحرمان من اللقاء القادم. أيمن يحاول برا الملعب، لا رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة، رمية تماس للأمانة. هذا هو جبار كريم لاعب الأمانة السابق. كرة مقطوعة، لعب خطر، هذا لعب خطر، بطاقة صفراء مستحقة لجبار كريم، بطاقة صفراء مستحقة لجبار كريم، البطاقة الصفراء الرابعة. رابع بطاقة صفراء في ملعب المباراة، وأول بطاقة لهذا اللاعب هذا الموسم. شوف دخول قوي، دخول قوي على أيمن رزيد، بالسلامة لأيمن اللي نهض، دخول قوي كان. كان اكو احتكاك بينه وبين أيمن قبل قليل، هو توعد أيمن. عموما كان دخول قوي، وربما يعني واحدة من الفقرات ومن الأخطاء اللي تستوجب الفار يعني إذا كانت بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء. عموما الحكم يمشي ركلة حرة لمصلحة الأمانة، تلعب الكرة برا الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي الهوك. بيار أبو بكر على التنفيذ، حكم الرابع أميد مصطفى. كرة مقطوعة من جديد، رمية تماس أخرى. حيدر صباح دائما على في المنطقة الفنية يوجه، وأيضا أحمد خلف يوجه. رمية تماس لمصلحة نادي الهوك، بيار أبو بكر. بالرأس، رمية تماس للهوك. لحد الآن رغم مرور 59 دقيقة الأمانة لم يخطر مرمى هوك ولا مرة. كرة عادت، زاكيري أقوى، هيران إلى زاكيري من الجهة البعيدة، هيران يلعبها وجبار يعيدها إلى زاكيري من الجهة البعيدة. زاكيري يحاول يمر، زاكيري صعبة صارت وقلت خطورتها، تعدوا محمد سعيد، وكرة أبعدت من عديش. تعود الكرة لمحمد إبراهيم، حلوة ملعوبة إلى كرار لا صعبها على نفسه، صعبها على نفسه كرار، وبالتالي مرت إلى حارس المرمى محمد صالح. استقبال الكرة يعني لازم يكون بشكل سليم، كرار ما استقبل الكرة بشكل سليم ولا هيئها نفسه بشكل سليم، لا، وبالتالي تعثر. كرة لمصلحة نادي الهوك، عدي شاب لعب خطر، ركلة حرة لمصلحة الأمانة. 60 دقيقة نصف ساعة تفصلنا، حكم أشار إلى مواصلة اللعب. أولاديو يتعثر، ركلة حرة لمصلحة أمانة بغداد. فريق أمانة بغداد اللي أسس عام 1957 باسم نادي أمانة العاصمة، لعب في دور المؤسسات، أحرز لقب عام 59، عام 77 بعد أن دمج مع البلديات اللي كان يضم إسالة الماء ومصلحة نقل الركاب ليشكل نادي باسم نادي الأمانة. في عام 2009 تم تغيير اسمه إلى بغداد
تيمنا بالعاصمة الحبيبة بغداد. وكرة ملعوبة بالرأس تبعد. عام 2014 تم تغييرها إلى اسم أمانة بغداد. أفضل ما حقق المركز الرابع موسم 2008-2009، محل ثاني في مجموعته بعد النجف. هذا الفريق اللي ضم كبار اللاعبين: أكرم أحمد سلمان، أرهم برسم. كرة ملعوبة، محاولة زاكيري يحاول يلعبها وكرة خطيرة وحارس المرمى أقرب. أيضا أرهم برسم، أكرم أحمد سلمان، الراحل صباح عبد الجليل، الراحل ناطق هاشم، أحمد صبحي، عناد عبد، باسم قاسم، غانم عريبي، كريم محمد علاوي، غازي هاشم، خليل علاوي، باسل قورقيس، هادي مطنش، الراحل أحمد دحام، سليم ملاخ، أحمد فتحي. يعني هذه من العناصر والأسماء اللي تذكر اللي أذكرها الآن، وقد نسيت العدد الكبير من اللاعبين الآخرين، لكن هذه الأسماء اللي تحضرني الآن. كرة مرت من جديد، عادت إلى سيابند عقيد. خطأ لمصلحة نادي دهوك. خطأ لمصلحة نادي دهوك. هذا هو سيابند عقيد. محمد معن على التنفيذ. محمد معن على التنفيذ، لاعب نادي النفط السابق. 63 دقيقة، 11 مقابل 29 خطأ في ملعب المباراة. كرة ملعوبة، زاكيري إلى روان ولكن تبعد من محمد الحسن. محمد الحسن يشتتها طويلة وعالية. نادي دهوك ضاغط من وسط الملعب. تعود إلى أولاديو، تذهب الكرة لمحمد إبراهيم من الجهة البعيدة. محمد إبراهيم يمررها إلى صفا يحاول صفا يلعبها عرضية إلى جاسم، لكن تبعد من بيار أبو بكر إلى ركنية لنادي الأمانة. ركنية للأمانة، أمانة أفضل في شوط المباراة الثاني. تحركهم سليم، انتشارهم سليم، نقل كرات سليم، لكن بدون خطورة على مرمى دهوك. كرة سهلة لمحمد صالح. محمد صالح مثل ما ذكرت 7 كلين شيت، 5 جولات حارس، أفضل حارس، وضمن قائمة 50 لاعب اللي استدعاها كاساس. كرة ملعوبة، هيران طالت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. الأمانة عليه أن إذا أراد يعيد نفس المباراة عليه أن يعادل مبكر، يعني كل ما يمر الوقت كل ما تكون الظروف أصعب. كرار، حكم يشير للمواصلة. هيران، روان أمين، روان يهيئ كرة إلى بيار أبو بكر. بيار يحاول يمر الآن. بيار يلعب الكرة قصيرة ومقطوعة من أيمن. تعود الكرة إلى جاسم محمد عقلة يعيد الكرة مرة أخرى. تعود الكرة عند اللاعب محمد الحسن اللاعب الغاني يلعب الكرة إلى الجانب إلى صفاء المندفع للأمام. صفاء يعيد الكرة إلى عمر عدنان. 55-45 الأفضلية لتوك، ولكن أفضلية قليلة بالاستحواذ. كرة تعود إلى أيمن رزيد. أيمن يحاول والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي أمانة بغداد. عرقلة لأيمن رزيد. حكم الفيديو الحكم الدولي محمد طارق أحمد، اللي كان موضوع حديث الشارع في الفترة السابقة بعد مباراة الكهرباء والزوراء، اللي أشر من خلال 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء، وموضوع الوشة. لكن الآن يبدو أن الحكم يعود للتحكيم. هو اليوم حكم فار، ممكن غدا نشوفه كحكم ساحة. بالسلامة. هذا سيامبند أيضا يتلقى العلاج. زاكيري يتحدث مع أحمد خلف.
جمهور يتابع هذا اللقاء. طبعا 12 مواجهة جمعت الفريقين خلال مباريات الدوري ومواجهتين في الكأس. 6 مواجهات لدهوك، مواجهتين للأمانة وثلاثة انتهت بالتعادل. دهوك سجل بهدف اليوم 18 هدف والأمانة سجلوا 11 هدف. وفي مباراة الكأس مرة لدهوك ومرة للأمانة. أكبر فوز لدهوك 4-0 في بطولة الكأس، 98 و4-2 للأمانة في الدوري 2009-2010. ركلة حرة محمد إبراهيم على التنفيذ. محمد إبراهيم اللي دخل بدلا من محمد جفال، التغيير الوحيد في المباراة. قريب منه أيمن رزيد، وحكم المباراة يتحدث مع الدولي محمد طارق في الفار. كان هناك ضرب لأيمن رزيد، لكن نشوف قرار الحكم. راح يشوف الحالة. أول مواجهة بالدوري جمعت الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز بها دهوك بهدف خالد مشير عام 2009. وآخر مواجهة انتهت بفوز دهوك بهدفين مقابل لا شيء في الموسم الماضي. هذه الحالة والريوان، الكرة كانت مع أيمن رزيج، ونشوف الحالة ونشوف قرار الحكم. وقرار الحكم هو الأول والأخير. هل ستكون هناك بطاقة حمراء؟ احنا عندنا ما شاء الله 40 بطاقة حمراء و10 للإداريين والمدربين، مقابل 584 بطاقة صفراء و48 للإداريين والمدربين. نشوف قرار الحكم الآن، يشوف الحالة. يعني دائما احنا نجدد على الفار، ودائما الحكم من يروح للفار ويريد يحسم قرار بحالة يحاول يشوفها أكثر من مرة. لذلك التأخير بسبب أن يخرج بقرار، التأخير بسبب أن يعود الحكم حتى يخرج بقرار صحيح. شوف الحالة، شوف هو أول ما توغل كان يعني بالسقوط غير متعمد، بالسقوط، لاحظ بالسقوط وغير متعمد، بالسقوط وغير متعمد. يعني شوف بالسقوط، لكن شوف لهي اللحظة هل ضربه بتعمد أم غير تعمد، أم استمرارية حركة ريوان خلت القدم تكون على وجه اللاعب أيمن رزيد. هنا وصلت هل تعمد أم استمرارية الحالة. هنا الآن لو يعيد لنا إياها المخرج بالطبيعي راح تشوف هل كان ضرب متعمد أو استمرارية سقوط اللاعب ريوان. أتمنى أن يعيدها على السريع. شوف هنا محمد طارق ومساعدة أيضا، المساعد اللي وياه ابن الدولي لؤي صبحي محمد. ونشوف قرار الحكم، هل سيكون طرد لريوان أم أنه ربما سيكون طرد. لا، بطاقة صفراء، بطاقة لمن إلى ريوان، بطاقة صفراء. ما كان اكو تعمد، انا باعتقادي ما كان اكو تعمد. بطاقة صفراء 5، بطاقة صفراء 5 في المباراة، بطاقة صفراء 5 في المباراة. وهذه البطاقة الثانية لهذا اللاعب هذا الموسم بعد أن أنذر أمام النجف. شوف استمرارية حركته. هاي من زاوية أخرى. شوف استمرارية حركته. لم يكن هناك ضرب بتعمد حتى يستحق من خلال بطاقة حمراء. كرة مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى، 70 دقيقة، 20 دقيقة تفصلنا على النهاية. موسيس أمامنا بالصورة البرازيلي، عنده بطاقتين أمام نفط الوسط وأمام الزورة. سيابانج يترك الملعب. وعثمان
ساني لاعب النيجيري يدخل، هدف في شباك النجف. خروج سيام بنت عقيد ودخول اللاعب عثمان ساني. كرة مرت، جاسم محمد عقلة صعبة على صفات، ترتد الكرة من هيران، تعود إلى محمد، تذهب إلى زاقيري وسط الملعب، يعيد الكرة إلى الخلف عند اللاعب محمد معن يشتت كرة إلى الجانب، بالرأس مقطوعة، برافو من أيمن رزيد، تعود الكرة إلى كرار علي بري، كرار يلعبها عالية سهلة لمحمد صالح حارس المرمى. 19 دقيقة تفصلنا على نهاية أحداث هذه المواجهة، ودهوك ما زال يحافظ على تقدمه بالمباراة اللي تحمل رقم 11 بعد المئة، واللي من خلالها يسجل هيران أزاد الهدف رقم 224 هذا الموسم، وهو الهدف رقم 230 إذا ضفنا إلى 6 أهداف بقرار اتحاد. وسام طالب، وسام لعب مع الفريق 12 موسم، درب الأشبال والناشئين، وعمل مساعد مع العديد من المدربين، ثائر أحمد خلف، عصام حمد، جمال علي. يعني سبق أن عمل مساعد مع مدرب فريق دهوك الحالي أحمد خلف، دائما يعمل مساعد مع أي مدرب بديل له. هذا خطأ واضح على البديل عثمان، ركلة حرة ملعوبة من الأمانة وسط الملعب. عثمان تشتت الكرة من اللاعب موسيس، هيران طالت عليه الكرة إلى رمية تماس لمصلحة الأمانة. كرة عادت وسط الملعب، زاكيري يلعبها بدون تركيز، مقطوعة من عدي شهاب، تمر الكرة إلى صفاء، ضاغط عليه هيران، صفاء وسط الملعب، عمر عدنان، طالت من عمر، مقطوعة من محمد سعيد إلى رمية تماس لمصلحة نادي الأمانة. 18 دقيقة تفصلنا والنتيجة على حالها، 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد. رمية تماس صفاء جبار، إلى أولاديو يعقوب، أولاديو يحاول، ضاغط عليه موسيس، يعيد الكرة إلى صفاء، عرضية من صفاء بالرأس تبعد، محاولة إلى زاقيري، تعود الكرة إلى عثمان ساني، زاقيري، عثمان، برافو عثمان، يتخلص من لاعب لهيران زياد، هيران أزاد يلعبها خطرة وبرافو، خروج حاسم من حسن عباس من أمام جبار كريم تأخر، وخروج حاسم من حسن عباس أنقذ مرمى الأمانة من كرة خطيرة. لاحظ لم يكن هناك تسلل، وجبار تأخر تباطأ وأقرب إلى حسن عباس، أنقذ المرمى من كرة خطيرة. ثاني كرة خطيرة على مرمى الأمانة في شوط المباراة الثاني لفريق نادي دهوك. شوف المحاولة، يعني لو كان أسرع جبار كان ممكن أن يسجل هدف ثاني لفريق الأمانة، لفريق دهوك. كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. تغيير الآن، نبيل صباح راح يدخل، نبيل يخرج كرار علي بري، كرار بكل روح رياضية ينطي إشارة القيادة، ويخرج أغاتي غنامة يخرج ويدخل التغيير الثاني في تشكيلة أمانة بغداد. كرة ملعوبة إلى جاسم محمد عقلة، نبيل صباح جدد عقده أكثر من 6 مواسم مع نادي الأمانة، يحمل شارة القيادة بروح رياضية عالية، كرار خلع الشارة ومنحها إليه. كرة إلى أيمن رزيج، ثالث كابتن وقائد فريق في تشكيلة الأمانة هو أيمن رزيج، بعد كرار وبعد نبيل صباح. كرة إلى أيمن رزيج، وسط الملعب عمر عدنان، ربع ساعة تفصلنا على النهاية باستثناء الوقت المحتسب بدل من ضايع.
كرة بالرأس تعود من بيار أبو بكر. محمد صالح. بيار أبو بكر أمامنا بالصورة مثل ما كنت أعير للنفط وعاد لفريق إدهوك. محمد صالح على التنفيذ. بالرأس ملعوبة الكرة. تعود الكرة إلى حسن عباس. قدم مباراة جيدة وأنقذ مرمى من 3 كرات خطيرة. تلعب الكرة مرة أخرى بالرأس مقطوعة من محمد معد. تعود الكرة من جديد تذهب إلى إيران. تعود الكرة إلى زاكيري وسط الملعب. عثمان تنقطع من أمام اللاعب روبن أكوا. تعود الكرة إلى أولاديو. تذهب الكرة إلى صفاء يلعب الكرة إلى محمد إبراهيم من الجهة البعيدة. محمد إبراهيم يلعبها قصيرة ومقطوعة. بدأ محمد إبراهيم يلعب على الطرف بعد دخول نبيل صباح إلى وسط الملعب. كرة محاولة مقطوعة. الكرة من اللاعب عدي الشاب إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة نادي إدهوك. هذا عدي الشاب. وهنا صاحب الهدف الوحيد هيران أزهر. رمية تماس محمد سعيد بالرأس مقطوعة من عدي. رمية تماس أخرى لمصلحة إدهوك. جمهور وعشاق نادي إدهوك يضيئون الملعب بأجهزتهم الشخصية وبالتالي مؤازرة سليمة من عشاق نادي إدهوك. محاولة نبيل صفاء جبار. موسس يبعثها إلى رمية تماس لمصلحة الأمانة. رمية تماس لمصلحة الأمانة. صفاء جبار على التنفيذ. صفاء نبيل صباح. عرقلة صافرة. خطأ ضد محمد سعيد. ركلة حرة لمصلحة الأمانة. نبيل صباح على التنفيذ. شوف بالإعادة عرقلة واضحة من محمد سعيد. مثل ما ذكرت محمد سعيد عنده 4 بطاقات صفراء. مهدد بالإبعاد عن اللقاء القادم إذا ما نال بطاقة 5. هذا موسمنا لأول مرة 5 بطاقات يبعد اللاعب عن مباراة. كنا متعودين اللي عنده انذارين يبعد عن مباراة. بالسلامة لمحمد صالح. بالسلامة لمحمد صالح. ألف سلامة بالسلامة. حارس مميز 7 مباريات شباكة نظيفة وهذه المباراة الثامنة شباكة نظيفة. ألف سلامة لمحمد صالح. لعب للكرخ لعب للجوية. شوف الحالة شوف الكرة ودخول مشترك مع عدي الشاب. شوف وبالتالي يعني هو ما انضرب من لاعب ولكن سقوطه يبدو يشكو من إصابة. بالسلامة ارتطم به عدي بالبطن. وبالسلامة إن شاء الله لعدي اللي محمد. بالسلامة لمحمد صالح. اللاعب الوحيد اللي ما يمكن أن يخرج خارج الملعب للعلاج هو حارس المرمى. صفاء يخرج ويدخل الرقم 29 اللي هو جاسم محمد جاسم. أبعد مدافع وزج بمهاجم. أبعد مدافع اللي هو صفاء جبار وزج بالمهاجم جاسم محمد جاسم. جمهور إدهوك يتابع ويآزر. العديد من المدربين يعني قادوا قبل أحمد خلف فريق إدهوك. رسن بنيان، شاكر محمود، فيصل عزيز، الراحل ناطق هاشم، محمد طبرة، أكرم سلمان، كاظم منطشر، الراحل ناظم شاكر. من المدربين العرب اللي قادوا الفريق أيمن حكيم السوري. واليوم أحمد خلف مدربا لنادي إدهوك. حكم المباراة السيد اياد زحم يستأنف المباراة. تغيير ثالث في تشكيلة الأمانة. باقي عنده فترة واحدة يغير بيها ما بين الشوطين لا تعتبر فترة. غير على فترتين لاعبين. باقي عنده لاعبين في فترة واحدة أخيرة. بينما إدهوك لم يغير إلا لاعب واحد.
كرة ارتدت وسط الملعب، نبيل صباح. نبيل يلعب الكرة قصيرة وتنقطع، يعني استحوذ على الكرة بشكل رائع، لكن مناولة غير سليمة. الكرة ترتد إلى أيمن رزيد. أيمن هجمة للأمانة. أيمن يعيد الكرة إلى جاسم محمد عقلة. جاسم إلى أيمن مرة أخرى. أيمن وإلى خارج الملعب. يبدو زاكيري يشكو من إصابة، وبالسلامة إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. ذو الفقار يونس عبد علي، وما أدراك ما يونس عبد علي، معار من الشرطة، راح يدخل وراح يترك الملعب جبار كريم. تغيير ثاني في تشكيلة فريق دهوك، يخرج جبار كريم ويدخل ذو الفقار يونس عبد علي، لاعب معار من نادي الشرطة، ويبدو زاكيري يشكو من إصابة. بالسلامة لزاكيري. كرة ملعوبة لمحمد الحسن. دقائق التسعة الأخيرة من عمر المواجهة. رمية تماس لمصلحة الأمانة. صعبة أنت تلعب 82 دقيقة ومخاطر مرمى المنافس، صعبة جدا، صعبة أن تلعب 82 دقيقة ولا كرة خطرة على المنافس. يمكن كرة خطرة واحدة من كرة مرفوعة على داخل منطقة الجزاء، لكن كتهديد مباشر على مرمى دهوك إطلاقا. حتى دهوك يعني في شوط المباراة الثاني أخطر المرمى 3 مرات، في شوط المباراة الأول لم تكن إلا كرة الهدف وكرتين إلى خارج الملعب. معظم الأداء كان محصور في وسط الملعب. الآن الكرة وين؟ برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. كرة ملعوبة من جاسم محمد لاعب البديل، وموسس نهض الآن. محمد اللي نهض بالسلامة للمرة الثامنة، شباكة نظيفة، وكرة جاسم إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة لزاكيري بالرأس مقطوعة من أيمن. عمر عدنان. نبيل صباح. نبيل 6 تسديدات. جاسم محمد. نبيل إلى عدي شهاب، عادت إلى محمد إبراهيم. بدأ محمد يرجع كظهير إلى جانب عدي، يشكل رابع مدافع بعد خروج صفاء ودخول جاسم، وزج بمهاجم بدلا من مدافع. عادت الكرة. ريوان عثمان برا الملعب، رمية تماس لمصلحة الأمانة. تلعب رمية التماس، تعود الكرة إلى محمد الحسن. عمر عدنان. الأمانة ما عنده بعد شيء يخسر، هو متأخر، يعني عليه أن يلعب للأمام. دهوك عليه أن يحتفظ بالكرة حتى يقتل وقت أو يلعب في ملعب المنافس. كرة بالرأس، مرة أخرى الكرة عادت. جاسم. عدي شاب، وهذا جاسم، كانت من محمد إبراهيم. محمد سعيد ضاغط عليه نبيل صباح إلى رمية تماس لمصلحة الأمانة. الأمانة ما عندهم شيء يخسروه بعد، عليهم أن يلعبون إلى الأمام، ينفتحون، وبالتالي يعني ما ظل وقت حتى يدركون التعادل. بالمقابل شوف هنا ذكاء، احتفظ بالكرة، اقتل الوقت، العب بملعب المنافس، وهذه كرة خطيرة، وهذه الهجمة العكسية كان ممكن أن يسجل منها البديل ذو الفقار يونس عبد علي. شوف المحاولة، ويونس ذو الفقار لعبها لكن مرت إلى خارج الملعب وضاعت فرصة ثمينة وياها. كان ممكن أن تكون هدف أمان واطمئنان. أنت عليك أن تحذر، يعني صح أنت تلعب تندفع إلى الأمام، لكن تحذر من الهجمات العكسية المرتدة. كرة خطيرة كانت، وكان ممكن أن يكون هدف أمان واطمئنان لفريق دهوك. حكم المباراة يبدو هناك خطأ، أيضا يحاولون يقتلون وقت. هذا محمد معا،
5 دقائق تفصلنا على النهاية. كرة اللعب. جانب من جمهور يتابع هذا اللقاء. كرة عند محمد الحسن، عمر عدنان، محمد ابراهيم من الجهة البعيدة، طويلة الكرة بالراس، ملعوبة خطرة هذه داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، جاسم، وين يا جاسم؟ وين يا جاسم؟ برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الهوك. فرصة ضاعت للأمانة، وتغيير الآن، دخول مصطفى فلاح ويخرج جاسم محمد عقلة. انتهت التغييرات بالنسبة لفريق الأمانة بثلاث فترات، 4 لاعبين فقط غير في هذه المواجهة، وخروج جاسم محمد عقلة ودخول اللاعب مصطفى فلاح اللي أيضا جدد مع الأمانة. آخر 3 دقائق من عمر المواجهة باستثناء الوقت المحتسب بدل من ضايع. فرصة ثمينة ضاعت على جاسم، كان يهيئها لا جاسم محمد عقلة الخالي من الرقابة وماخذ فراغ. ركلة مرمى لمصلحة الهوك ملعوبة، تعود الكرة من جديد، أيمن رزيد، نبيل، طالت الكرة، تبعد الكرة من محمد معا، 7 مقابل 1 التسديدات. هناك خطأ لمصلحة نادي الهوك من منتصف الملعب. لحد الآن المباراة سليمة تحكيميا، ما بها أي شيء، وتبقى النتيجة على حالها في شوط المباراة الأول بهدف اللاعب هيران أزاد اللي سجله بالدقيقة 16 لمصلحة نادي الهوك. خالد مشير، كرة عادت لمصلحة الأمانة، وسط الملعب مقطوعة من روان، وأقرب إلى حارس المرمى حسن عباس. حسن، أيمن، طويلة من أيمن، دقيقة 14 مقابل 10 الأخطاء. تعود الكرة أيمن إلى مصطفى فلاح، أولاديو لم يفعل شيء في لقاء اليوم. محمد إبراهيم يلعبها عالية، آخر الهجمات، طالت الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة كرار، يبحث عن ركنية ولكن الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الهوك. ركلة مرمى آخر دقيقة، ممكن نشاهد 6 دقائق أو 5 لا أكثر، 5 إلى 6 دقائق لا أكثر بعد التوقف والذهاب إلى الفار. كرة أبعدت من كرار علي بري، هذا محمد إبراهيم يلعبها، وكرة إلى خارج الملعب. الأمانة راح يبقى بمركزه 16 إذا بقت النتيجة على حالها، والهوك يقفز للمركز السادس مؤقتا ب18 نقطة. كرة إلى عثمان سان، واو، خطرة ضاعت، خطرة وضاعت، ضاعت على ذي الفقار، ويبدو حالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لفريق الأمانة. إذن الأمانة يقفز للمركز السادس بدلا من نفط ميسان مؤقتا. شوف كرة جميلة لكن طالت وإلى ركلة حرة غير مباشرة. كرة بالرأس، تعود من جاسم، تشتت من ريوان. 8 دقائق أضاف الحكم،
8 دقائق. عموما هو صاحب القرار الأول والأخير. كرة عادت يلعبها أيمن رزيج. أيمن 8 دقائق طويلة في عالم المستدير. كرة مقطوعة. بيان 3 مقابل 1، 4 حالات تسلل اليوم. وراح نشاهد تغييرين في تشكيلة فريق دهوك في آخر فترة له، وآخر تغييرين يكون قد استبدل 5 لاعبين. هذا ذو الفقار. دقائق صعبة على الفريقين، تمر سريعة على الأمانة وبطيئة على لاعبي دهوك وعشاقه وأنصاره. دقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضايع. كرة طالت أقرب لها محمد صالح. محمد الحسن أمامنا بالصورة. خطأ لمصلحة نادي الأمانة. يلا يا نبيل. وبطاقة صفراء لروبن أكوا أو للاعب عثمان ساني. عنده بطاقة مع الكرف واليوم عنده بطاقة. عثمان ساني البطاقة الصفراء السادسة. راح يزيج بالمدافع علي اكو حزير اللي طرد امام النفط. وزيار كوفند ايضا راح يدخل. زاكيري يترك الملعب. يدخل اللاعب اغو حزير مدافع بدل من لاعب مهاجم. وايضا يدخل اللاعب زيار كوفر. عالية ملعوبة الكرة. جاسم تبعد الكرة من روبن أكوا. محمد الحسن على التنفيذ. دقيقة الرابعة من عمر المباراة. يحاولون يقتلون وقت، يتصنعون السقوط. هذا شيء مشروع للكل. كرة مقطوعة. محمد إبراهيم سدد من بعيد ترتد، والحكم عليه أن يوقف المباراة. ضربات الرأس موجعة وخطيرة. عموما نهض اللاعب موسيس. ترتد الكرة وهجمة عكسية الآن. ذو الفقار يمر، ذو الفقار يمر، ذو الفقار، ذو الفقار، ذو الفقار، ويبدو ركلة جزاء وبطاقة صفراء. بطاقة لأيمن رزيج، وبالتالي أيمن ما راح يلعب المباراة القادمة. وركلة جزاء، ركلة جزاء هي رقم 46 هذا الموسم. ركلة جزاء رقم 46 هذا الموسم، وأيمن رزيج البطاقة السابعة في عمر المباراة. إذن البديل يصنع ركلة جزاء ذو الفقار يونس عبد علي. ركلة جزاء الآن لمصلحة نادي دهوك. راح نتابع.
ركلة جزاء. ننتظر القرار. إذن زيار كوفنت لاعب البيشمركة السابق والحكم 6 أهداف الموسم الماضي سجلها في شباك الصناعة هدفين، وفي شباك نفط البصرة والكهرباء والزوراء ونوروز. الآن على التنفيذ، ركلة جزاء بالوقت القاتل، هدف أمان واطمئنان قد يكون لفريق نادي دهوك. قدام ويسجل جول. هدف ثاني وهدف امان واطمئنان بالدقيقة 7 من الوقت المحتسب، بدل ضايع يسجل اللاعب زيار كوفنت يسجل الهدف الثاني لفريق نادي دهوك، ويؤمن النتيجة لنادي دهوك بهدف من ركلة جزاء، وهي الركلة 34 المسجلة هذا الموسم، وعندنا 12 ركلة تعذر تسجيلها. إذن دوك يعني أنت سجلت ركلة جزاء، تخلع فانيلتك حتى تأخذ بطاقة، ليش؟ عموما هذه البطاقة الثامنة، ودقيقة 1 على الوقت المحتسب بدل من ضايع، وهدفين لنادي دهوك لا شيء لفريق أمانة بغداد. هدفين لأمانة بغداد لا شيء لدهوك. كرة ملعوبة سهلة للمرة الثامنة، محمد صالح يبقي على شباكة نظيفة، وللمرة الخامسة الأمانة لم يسجل هذا الموسم. كرة مرت إلى عدي، انتهت ل8 دقائق، باقي تأخير ركلة الجزاء. نبيل أو اللاعب عمر عدنان، عدي عالي الكرة بالرأس مقطوعة، جاسم ترتد الكرة مرة أخرى، مصطفى فلاح، محاولة مصطفى فلاح مرة أخرى، تنقطع الكرة، أولاديو كرة مقطوعة من جديد، تذهب إلى محمد الحسن، يلعبها طويلة، إلمن طالت الكرة أقرب إلى محمد صالح. دقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل من ضايع، ننتظر صافرة الحكم عياز زاحم لتعلن نهاية أحداث هذه المباراة بفوز دهوك على الأمانة بهدفين مقابل لا شيء. كرة تلعب، وبينية مقطوعة. بعد هذه المباراة ستكون مباراة كربلاء والميناء. مرة أخرى تعود الكرة لأيمن رزيج، وصافرة حكم اللقاء اياز زاحم تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز فريق نادي دهوك على ضيف الأمانة بهدفين مقابل لا شيء. الأهداف سجلت عن طريق هيران أزاد بالدقيقة 16 وزياد كوفد من ركلة جزاء بالدقيقة 97 من عمر المباراة. بهذه النتيجة نادي دهوك يرفع رصيده إلى 18 نقطة ويقفز مؤقتا إلى المركز السادس بدلا من نفط الوسط، في حين يبقى الأمانة بمركز السادس عشر ب11 نقطة. مبروك لدهوك، حظ أوفر للأمانة والفوز الثاني على التوالي للمدرب أحمد كاظم. شكرا متابعتكم، يتجدد اللقاء معكم بإذن الله.